أول تصريح من كارلو أنشيلوتي بعد خسارة فريقه ريال مدريد أمام فياريال ب3 أهداف ل2. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من عشاق النادي الملكي ريال مدريد، فضلا وليس أمرنا الاشتراك في قناتكم والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. انهزم الميرينغي داخل ملعب سانتياغو برنابيو أمام نادي فياريال في الليغا ب3 أهداف ل2. وعن هذا خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي بتصريح مثير عقب الخسارة، حيث قال: في الحقيقة لم أتوقع الخسارة بهذه الطريقة، لكن كما قلت سابقا إن اللاعبين دخلوا المباراة بحالة من العياء الذي خلفه الكلاسيكو، وهذا أثر بشكل كبير جدا على تركيز اللاعبين والانسجام بينهم. صراحة الأمر ازداد سوءا في الليغا خصوصا بعد هذه الخسارة. نحن محبطون للغاية من هذه الخسارة، ولكن هذه هي كرة القدم، مرة تفوز ومرة تنهزم، ويجب علينا تقبل هذا. ما علينا الآن هو التركيز والاستعداد بشكل جيد لنهائي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال. مشاهدينا الأعزاء، شاركونا آراءكم في التعليقات حول تصريح كارلو أنشيلوتي. شكرا على المشاهدة.